وقبل ما ينام بيشوف نجمة في السماء فيقرر انه يتمنى امنية، وامنيته تكون ان بينوكيو يكون ولد حقيقي. بعد ما جيبته ناقص خالص تيجي الجنية وتصحي بينوكيو، تديله القدرة على المشي والكلام والوعي، وبينوكيو بيطلب منها انه يكون ولد حقيقي عشان يخلي ابوه فخور بيه. الجنيه ترد عليه وتقول له عشان تبقى ولد حقيقي لازم تثبت انك شخص صادق ومش اناني. فبيسالها ازاي يقدر يبقى كده، فبتقول له انه لازم يسمع كلام ضميره، وبما انه لسه مش فاهم يعني ايه ضمير فتجيب صرصار حقل كده كان مبيت عندهم وتقول له انت هتبقى ضمير بينوكيو. الصرصار هيبقى ضمير بينوكيو. المهم بعد فترة جيبته هيودي بينوكيو المدرسة عشان يتعلم، بس في طريقه للمدرسة في ثعلب هيشوفه وعلى طول هياخد باله انه مميز ويقدر يبيعه للسيرك لانه دمية خشبية وبيتحرك من غير سلوك. فالثعلب هيتكلم معاه ويحاول يقنعه انه ينضم للسيرك عشان يبقى مشهور، بس بينوكيو هيرفض في الاول، يقول له انا عايز ابقى ولد حقيقي عشان ابويا يفخر بيا. ساعتها الثعلب هيرد عليه ويقول له Why would you be real if you can be famous؟ ليه تحاول تبقى